قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، وشكرا لكم. يبدو أن الصحافة الجزائرية صارت متخصصة في مهاجمة كل ما ارتبط بالمغرب والمغاربة، فبعد سلسلة الاتهامات الطائشة التي وجهها إعلام الكابرنات لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ها هو إعلام جارة السوء يوسع اليوم من زاوية استهدافه ليشمل كل مكونات الاتحاد الإفريقي. وحملت إحدى الصحف المعروفة بتقربها للعسكر الجزائري الحاكم فوزي لقجع ما لا طاقة له به، حيث اتهمته بممارسة التسييب والتسلط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال السنوات الأخيرة، مضيفة أنه لم يتبقى للاتحاد سوى تغيير الاسم للاتحادية الملكية لكرة القدم، بعد ما وصفته بالمهازل التي أصبحت تعصف بالكرة الإفريقية التي تعدت حدود المعقول. وقالت الصحيفة أن الترشيحات الأخيرة لجوائز الكاف خالفت التوقعات ورسمت الدهشة في وجه العديد من الأخصائيين في كرة القدم الإفريقية بعدما أزاحت الستار عن التكهينات والقراءات السابقة، وهو الكلام الذي تدحضه كل المؤشرات والتصاريح السابقة للمختصين في الكرة الإفريقية الذين يجمعون على أن الكرة المغربية تشهد طفرة استثنائية داخل القارة السمراء، وهو ما يتجسد على أرض الواقع من خلال الإنجازات الكروية التي حققتها خلال السنة الجارية، غير أن عمل النجاح يطغى على إعلام العسكر الذي يتغذى من نشر الحقد والكراهية. ووسعت الصحيفة دائرة مهاجمتها، حيث أنها لم تقتصر على لقجع فقط، بل اتسعت لتشمل رئيس الكاف موتسيبي الذي قالت إنه يعاني من الابتزاز الكروي، كما وصفت رؤساء الاتحادات الكروية الأفارقة بالأربعون خائن. يذكر أن إعلام الكبرانات حول خطه التحريري لمهاجمة كل ما هو مغربي، وذلك منذ أن اختارت المملكة الإعراض عن الجاهل وعدم مسايرته في حماقاته التي تبرز مدى كرهه وحقده للنجاح المغربي في شتى المجالات.